شايفين هالصورة؟ شايفين هالحيطين المعمرات ببناية مدمرة ممكن توقع بأي لحظة؟ ترى هي ما فوتوشوب ولا ذكاء اصطناعي، هي بحمص بحي الوعر. رجل حمصي رب أسرة ما عاد عنده إمكانية يدفع أجار بيوت، رجع من التهجير على بيته المدمر يلي ما بينسكن لا هو ولا بنايته، ورغم هيك عمر هالحيطين وقعد فيها لحتى يستر حاله ويستر عائلته. هي الصورة بوجهها لجماعة الأقليات اللي بدهم حماية دولية وحاسين حالهم مظلومين. شو رأيكم بالثمن اللي دفعته الأكثرية؟ تقعدوا أنتم بهيك بيت؟ مناطقكم ما صار فيها شيء، لك ما عندكم شيء أبدا وبدكم حماية، تقعدوا أنتم بهيك بناية؟ بعدين سؤال، مين يلي دمر البناية؟ ما هو السكوت يكون على نظام الأسد خلال 14 سنة؟ ومين يلي دفع الثمن؟ الأكثرية يلي هلق أنتم عم تحاربوها وخايفين منها، خايفين من الأكثرية، والأكثرية عم تقولكم نحن شعب واحد وبدنا نفتح صفحة جديدة وتركوا لي هالقصص هي والنظام صار للنسيان. فحبيت أحط لكم هالصورة لحتى يتحرك الضمير. الضمير إذا كان نايم بتمنى يتحرك. والسلام عليكم.